أخي محمد، الله يسعدك. أنا قد ناشدتك بالله الفيديو الأول وكلمتك في نفس الموضوع وكلمتك عليه يا محمد. أنا والله العظيم مو أنا اللي مضطر، أنا قضيتي مع الرجال هذه معروفة ومعروفة جدا في محكمة بني الحارث وفي البحث الجنائي وفي وزارة الداخلية، تمام، ومعروفة لحدود والله مشايخ، أقسم بالله معروفة حتى لحدود المشايخ، لعند الشيخ ناجي محي الدين ولعند الشيخ يحيى الراعي. الرجل هذا يا محمد هذه قضيتي معه. هذا الرجل اسمه محمد حسن الصبري، يسكن في صنعاء في دارس. قضيتي معروفة، قضيتي سرق علي 21,000 ريال سعودي وهرب اليمن ولفق لي تهمة كيدية يا محمد. والله يا محمد هذا الكلام كله احنا نقوله، انا اتكلم بحرقة ما ايش اسوي، انا اتكلم للناس كلها، الناس كلها تسمع. الرجل هذا معروف اسمه محمد حسن بن يحيى الصبري، ينتحر شخصية الشيخ محمد الصبري، ويقوم في تغرير الناس ويقوم في نصب واحتيال على جميع الناس. انا ما هو انا الوحيد الضحية في هذا الموضوع. الناس كثيرين الناس كثيرين متضررين منه، والله في ناس كثيرين متضررين منه. عنده في ناس من الجامعة ضحك على بنات في الجامعة وغرر عليهم ونصب عليهم وسرقهم، اللي سرق منها فلوس واللي سرق منها ذهب. ايش واحد يسوي معاه الناس؟ الرجل هذا مرة يعني ما ادري ويش واحد يسوي معه. ناشدنا الدولة، ناشدنا وزارة الداخلية، تكلمنا مع نيابة بني الحارث. اليوم يروح يسوي 3 دعاوي علي، يرفع علي في القضاء على الدعوة، ويرفع علي في محكمة أمن الدولة والنيابة الجزائية. في ناس كثيرين متضررين، في بنات في الجامعة ضحك عليهم ونصب عليهم، وفي بنات سرقهم ذهب، وفي بنات أخذ عليهم ملفات وأخذ عليهم جوازات وما رضي يعطيهم. وفي تسجيلات عندنا مليانة له تسجيلات، في ناس ادوني تسجيلات سربوها من جواله، في تسجيلات نشرناها، وفي تسجيلات إلى حد الآن ما قدرنا ننشرها لأنه ما في أي مسوق قانوني إن احنا ننشرها عليه. في ناس كثيرين متضررين في هذا الشيء، في ناس في الدولة، في ناس في الأقسام، في ناس في الشرطة. كيف ننشر؟ ما في أي شيء مسوق. أنا سبقت محمد وارسلت لك والله المقاطع التسجيلات كلها عنه، 760 تسجيل عليه، 760 مقطع مسجل عليه. أرسلت لك أنا بعض التسجيلات اللي هي تخص الناس وتخص الحريم، وكيف يجرجر البنات وكيف يضحك عليهم وكيف يغرر عليهم وكيف يدخل على حياتهم ويرجع ينصب عليهم.